النهارده موضوعنا مضايقني جدا، موضوع مستاء منه كتير، الفساد في التشطيبات. الفساد كتير قوي، وبقى في مشاكل كتيره قوي في الموضوع ده. الموضوع ده بقى مشكله ليه؟ عشان احنا بقينا بنحور، بقينا بنكذب. انا جاي وانا عارف ان في صحابي وناس كتير قوي هتتضايق مني من القصه دي، بس انا يهمني العميل، لان انا في يوم من الايام ببقى عميل في خدمه تانية، فانا بيهمني النقطه دي، نقطه مهمه. طيب وانت بتشطب شقتك، انت مش بتعملها ب 10000 جنيه ولا ب 20000 جنيه، انت بتدفع رقم، بتطلع الاستيك على الاخر. الاستيك لما بيبقى على الاخر بيبقى فيه تكاليف كتير قوي بتدفعها، بس للاسف اللي يجي يقول لك يشككك في النسبه، واللي يجي يشككك مش عارف في ايه. انا مش هاجي اقول لك تعمل ايه، انا جاي اقول لك تختار ازاي الطريقه الصح. نظام التشطيبات ممشي على كذا طريقه. في ناس تيجي تقول لك بالمتر وقصه حزينه كده وايه، وباقه، والباقه البرونزيه والباقه اللولبيه والباقه الجهنميه. فانا مش جاي اقول لك الا ايه مميزاتها وايه عيوبها. نظام تاني المقايسه، نظام تالت النسبه، نظام رابع الاستشارات او المتابعات. طيب ده كده الخلاصه. تعالى نتكلم على اول نظام، الباقه. نظام الباقه انا شايفه من وجهه نظر انا سرقه ليه؟ لان انا بديك تكلفه اجماليه لتوتال حاجه، وهقول لك اصل انا عامل خصم، اصل انا عامل عرض، اللي جاي بيضحك علينا ويقول لنا ايه انا عامل باقه جميله واصل الباقه مش عارف ايه والقصه دي. انت مش هتختار حاجه، انت مش عارف نوع الكواليتي بتاعك فيه ايه، انت مش مظبط اي حاجه. طب القصه دي بقت سرقه بالنسبه لك، لان لو انا بدفع شقه 100 متر في متر ب 7 8000 جنيه، يعني ب 800000 جنيه. ايه نوع الخامه، قوتها، منتجها، بيعمل لك ورقه مقايسه. لان على سبيل المثال او ورقه ريفرنس كده، انا هجيب لك سلك سويدي، ايوه سلك سويدي، هحط كام باريزه، هحط استخداماتي ولا لا، توظيف قد ايه، التحميل السلك قد ايه. كل سنه وانت طيب، انت مش هتعرف اي حاجه من الحاجات دي، واللي يقول لك غير كده هو بيضحك عليك. السيراميك البورسلين يا باشا اللي بيضحك عليك، هو ما بيجيلكش بورسلين، هو بيجي لك سيراميك قطع ليزر. لو المتر ب 1000 جنيه هنا، هناك المتر ب 250 300 جنيه. ادي سرقه محدش عارف عنها حاجه. السرقه الثانيه اللي يجي يقول لك مقايسه، هي بقت ملفوفه بسلوفانه زي ما قلت لك. انت زبون، انت بيضحك عليك، انت بقى ده الزبون اللي عامل نفسه ناصح، اللي فاكر نفسه ايه، بومب يعني. فبيضحك عليك، انا عايز افهم، انا عايز اشوف، انا عايز ماشي ايه، يعمل لك مقايسه الجميله، الريفرنس الحلو، تكلفه 1 2 3 4 5 6. طب نيابه عن القصه دي تلاقي نفسك لابس بلاستيك مع الموضوع مش مظبوط والدنيا مش متكلفه. طيب ليه؟ لان برضو انت مش هتعرف اي حاجه. طب النسبه الثالثه او الطريقه الثالثه، النسبه دي يا باشا هو بيجي مسؤول عن عمليه الاشراف، وانا شايفها مناسبه جدا. تتفقوا على 50% اشراف، 10%، 5%، ايا كانت الطريقه، انا مش هلزمك عليها، اللي هتتفق عليه وانت معاه بيشتري نوع الخامه بتاعتك او انت مطمن له، فهيجيب من السويدي، هيجيب من كذا. فانت هنا النهارده عرفت المنتج بتاعك بكام، انت اللي مشتريه بايديك من المكان اللي انت تحبه، وتكلفته كام، وهو واتعابه كام. لكن انا كده يا باشا جبت لك صنايعي، على سبيل المثال بقى في الباقه، انا جايب صنايعي سيراميك بيركب المتر ب 50 جنيه، ويركب لك اي حاجه في اي حاجه، ولا ب 70 80 جنيه، ولا ابو 140 جنيه. لكن هنا باشا بقى باجي بقى وانا في النسبه بقول لك ايه، باشا الراجل ده المتر احنا جبناه بجنيه، هنركب الطريقه الفلانيه بنص جنيه، هنركب بالطريقه الفلانيه ب 75، هنركب بالطريقه الفلانيه بجنيه ونص. يبقى انت عرفت التكلفه في كل حاجه. عملت غير كده كل سنه وانت طيب، انت هيضحك عليك. طب ما انا عايز اعرف اللي في جيبي كام يا هندسه، اصل انا مش عارف التكاليف هتروح معايا فين وانا عايز اروح. التصميم مش هيختلف معاك في حاجه، هيختلف في نوع المنتج وكواليتي المنتج. فانت كده زي ما في المقايسه بتحددها لك، زي ما في الباقه بتحددها لك يا باشا، انت هنا متحدده وانت عارف انت دافع كام. ما تخليش حد يضحك عليك ويغفلك، اوعى تتغفل يا زبون. انا بقولها لك اهو، اوعى تتغفل يا زبون. ما تخليش حد يغفلك يقول لك الباقه احلى، طب المقايسه احلى، كلها اشتغالات قسما بالله ومليك عليا حلفان. التشطيب بالنسبه انت مستفاد. اللي يقول لك اصل ده مهندس مبتدئ لسه بادئ، اصل مهندس يا باشا مشاريع الدنيا، الاستشاريين الكبار، الناس الكبيره بيعمل ريفرنس، تصميم، مقايسه، نسبه. النهارده صباح الخير المقايسه دي بقت بجنيه، هو هيشيلها، انت عارف هو هيجيبها بكام؟ ما انا ممكن اقول لك بجنيه واما اجيبهم بربع جنيه. يعني على سبيل المثال انا هحط لك في المقايسه انها ب 1000 جنيه السيراميك او البورسلين، انزل اجيبه ب 300 جنيه. انا ضحكت عليك ولا ما ضحكتش؟ ابسط حاجه هو مش عايزك تعرف المعلومه دي،
هاخدك على وشك في 700 جنيه، 700 في 100 متر ب 70,000 جنيه في جيبي يا باشا من غير ما تعرف حاجه وانا بغفلك. فخلي بالك واوعى يضحك عليك تاني. اوعى اللي يقول لك اشتغل بالباقه، اوعى اللي يقول لك اشتغل بالمقايسه. يا باشا اشتغل بالنسبه. تصميم انا هستلم منك التصميم ده يا باشمهندس وانا هتابع معاك الخامات. هما كام لقطه يا باشا اللي هتنزل فيهم؟ فكر فيها كده ودورها في دماغك. سيراميك، سباكه، كهرباء، السبوت. تعالى نتكلم بقى في المقايسه. انا هجيب سبوت ابو 100 جنيه ولا هجيب سبوت ابو 50 جنيه ولا هجيب سبوت ابو 300 جنيه؟ انت يا عيني في خيالك ان انت واخد اعلى حاجه، بس انت بيضحك عليك، انت بيتنصب عليك بمزاجك، مفيش اي حاجه. فخلي بالك من الحته دي قسما بالله. انا بقول لك من هنا انا شايف حوار النسبه افضل لك. طيب رقم 4 الاستشارات. انا راجل عايز اوفر على نفسي شويه، عملت التصميم مع الراجل الطيب ده. انت هتتابع لي على القصه دي كام؟ انا عايز 5 زيارات، 10 زيارات، 7 زيارات، 3 زيارات، زيارتين. وفر على نفسك تصميم برضو وتبقى تجتهد، وهو هات له الاستاف او هو هيساعدك ايا كان تتفقوا عليه، وخد منك زيارات مقابل متابعه زي ما كانك بتروح تقطع عند دكتور. خلص الكلام. غير كده يبقى انا شايف رقم 4 ورقم 3 النسبه والزيارات مفيده ليك. غير كده اقول لك بالباقه انا عايزك تفضل مغفل. لو فضلت مغفل هضحك عليك، انا بقولها لك بجد. وانا عارف ان الفيديو ده هيثير الجدل، فانا جاي اقول لك ما تنساش تفعل زر الجرس، تعمل لايك، سبسكرايب، واشترك مع اخوك محمد تهامي، وهتشوف فضايح كتير قوي في عالم واسرار الديكور والتشطيبات. السلام عليكم.